ضغط نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت، سواء بالاتصالات مع مسؤولين في اتحاد الكوره او بتصريحات من المشرف العام على فريق الكره بنادي الزمالك اللي هو امير مرتضى منصور. لكن في اتجاه داخل المنتخب الوطني للسماح للاعبي الزمالك بالتواجد او بالعوده مره ثانيه الى ناديهم لخوض مباراه العوده. وده امر طبيعي جدا، وده امر طبيعي جدا، وده امر طبيعي جدا. ما تيجوا نشوف. الاسبوع اللي فات حذرنا من تفاقم ازمه النادي الاهلي مع المنتخب الوطني بسبب اصرار النادي الاهلي والسوشيال ميديا واللجان الالكترونيه على ضروره يعني ترك او السماح للرباعي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه للانضمام الى معسكر النادي الاهلي. حصل ضغوط طبعا على اتحاد الكرة، وحصل ضغوط من اتحاد الكرة على فيتوريا، وبالتالي رضخ اتحاد الكرة ورضخ فيتوريا ورحل الرباعي. فكانت النتيجة هي خسارة المنتخب الوطني في أول اختبار حقيقي أمام المنتخب التونسي بالثلاثية. لا اللي في اتحاد الكرة راعوا سمعة المنتخب الكرة المصري، ولا المسؤولين في النادي الأهلي راعوا سمعة المنتخب مصر.